اتظلم بس لسه واقف. حكاية جيل بيتحدى المستحيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجيل اللي أنا بتكلم عنه النهاردة هو نفس الجيل اللي كان في يوم من الأيام بيحلم بثورة تغيير الواقع. جيل 25 يناير، جيل كان في عز شبابه، مليان طاقة وأمل واندفاع ونية صافية، عايز يعيش حياة كريمة وبلد فيها عدالة وحرية ومسؤولية. لكن السنين عدت والجيل ده كبر واتحمل واتصدم واتغير. اتحمل وتحول من جيل بيحلم بالتغيير لجيل بيكافح علشان يعيش بكرامة ويثبت نفسه وسط واقع صعب ومليان تحديات. هو نفس الجيل يا جماعة، بس المعركة ابتدت، كانت أول معركة ضد الظلم ودلوقتي بقت معركة ضد الزمن وضد التعب وضد الإحباط. ورغم كل ده لسه في منهم اللي بيشتغل وبيساعد وبيحاول يبني، لسه في جواهم نفس الروح. بس بدل ما الثورة كانت هتافات، بقت دلوقتي صبر وإصرار وشغل ومسؤولية. الجيل ده مش عدو، الجيل ده مش عدو حد، ومش ضد الدولة ولا ضد النظام. الجيل ده بس عايز يعيش بكرامة ويتشاف ويتقدر، وده أبسط حق له كإنسان. مع احترامي لكل الناس الكبيرة، بس خلونا نتكلم بصراحة ومن غير زعل. احنا جيل اتولد في زمن صعب، واللي شافوا جيلنا ما شافوش حد قبلنا. جيل اشتغل من وهو في الدراسة، وجيل شال هم بدري قبل ما يعيش شبابه أصلا. زمان لما كان الواحد يخلص دبلوم أو جامعة كان بيتعين أو يلاقي شغل ثابت. لكن النهاردة اللي معاه شهادة مش لاقي، واللي اشتغل بيشتغل 12 و14 ساعة علشان 100 ولا 150 جنيه في اليوم. وشغالين مش علشان نكون لا، شغالين علشان نعيش يوم بيوم. الناس الكبيرة بتقول علينا جيل فاشل، بس يا جماعة الجيل اللي بيتقال عليه فاشل ده هو الجيل اللي بيصحى من الفجر وبيرجع آخر الليل. الجيل اللي بيجري ورا لقمة عيشه وهو شايف الدنيا بتجري أسرع منه. احنا الجيل اللي ما يعرفش طعم الراحة ولا شاف استقرار ولا لحق يعيش شبابه زي ما الناس كانت بتعيش زمان. احنا جيل وشوشه باينة انها شقيانة صيف وشتاء، متدمرة نفسيا قبل ما تكون جسديا. بتشوفونا على السوشيال ميديا بنضحك وبس، محدش شايف اللي ورا الضحكة ديت. رغم كل ده ما بنشتكيش
بنضحك وبنحاول وبنقول الحمد لله على كل حال. بس اسمعوني، انا مش عامل الفيديو ده علشان اوجع قلوبكم ولا علشان نفضل نلوم بعض، لا والله. انا عامل الفيديو ده علشان اقول ان في امل. احنا جيل اتظلم، بس كمان احنا جيل ضحى، جيل بيحارب علشان يعيش بكرامة وبيتمسك بالامل رغم كل حاجة. احنا الجيل اللي رغم التعب لسه بيحلم، لسه بيقول لسه بدري على اليأس. اللي يفتح بيت في الزمن ده بطل، واللي يربي اولاده على الحلال محارب، واللي لسه عنده قلب طيب وسط كل ده انسان نادر. انا شايف جيلنا مش فاشل، انا شايفه اقوى جيل مر على البلد دي، لاننا اتربينا في وقت كله صعوبات وبرضه لسه واقفين على رجلينا. جيلنا هيجي منه القائد والمخترع والمعلم بإذن الله، وهتطلع منه قصص نجاح تشرح القلب. بس محتاجين نصدق نفسنا ونبطل نقارن أيامنا بأيام غيرنا. خدوها مني كلمة، الزمن دي صعب بس الصعب هو اللي بيعمل راجل. دايما الصعوبات هي اللي بتعمل رجالة. يمكن احنا تعبنا اكتر بس ربنا شايف، وكل خطوة بنتعبها النهاردة بكرة هتيجي نتيجتها ان شاء الله. احنا جيل اتظلم، بس جيل هيخلي الناس بعدنا تقول كان في وقتها شباب رجالة وما وجعتش ولا استسلمت ولا خافت. والجيلنا العظيم لكل واحد ماسك شغلانة وراتبها قليل، معلش كافح واشتغل وطور نفسك، ربنا شايفك وهيعوضك. واللي مسافر ومتغرب وتعبان وشجيان، معلش يا صاحبي هانت. واللي بيبني بيته او شقته خطوة بخطوة، كمل كل طوبة بتحطها هي حلمك بيتبني. واللي لسه ما اتجوزش او لسه ما فتحش بيت او لسه بيحلم، ما تبطلش حلم وعافر بالحلال، ورغم الألم في أمل. خلي أملك كبير في حياتك، في شغلك، في مشاريعك، في أولادك. كمل وعافر، واللي جاي أحلى بإذن الله. انت المناضل وانت المكافح وانت كل حاجة طالما بتشتغل بشرف. اللي متغرب معلش، واللي قاعد يشتغل وبيطور بإمكانياته البسيطة عليك كمل، استمر، اشتغل. لكن كل حاجة حلوة بتبدأ من تعبك انت، وربنا هيعوضك يوم ما تتعب وانت صادق. زي ما قلنا زمان، من زرع بالدمع لازم يحصد بالفرح. جسر الأمل من الناس وللناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس بتتكلم على السوشيال ميديا وتسمع كلام كتير. السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. في زمن الناس بتدور فيه على الشهرة والمظاهر، لسه في ناس بتشتغل في صمت، بتصحى كل يوم على الأمل مش على الشكوى. ناس مش بتتكلم كتير بس شغلها بيتكلم عنها. الناس دي هي اللي شايلة البلد على كتافها، اللي بتكافح بشرف من غير ما حد يعرف عنها حاجة. في يوم من الأيام قابلني شاب وقال لي: يا عمي اديني لله، محتاج صدقة. مديت ايدي واديت له اللي فيه النصيب، لقيته بيبصلي وبيقول لي: لا أنا عايز أكتر من كده. ساعتها استغربت، مش من طلبه لكن من طريقته. شاب في عز شبابه يقدر يشتغل، يقدر يكافح، لكن اختار الطريق السهل، طريق السؤال. الموقف ده ما خرجش من دماغي لحد ما في يوم شفت العكس تماما. ست كبيرة ماشية بالليل مع ابنها الصغير، بيجمعوا أزايز كنز فاضية من الشارع. ولما عرضت أساعدهم قالت لي: لا يا ابني، احنا مش بناخد من حد، احنا بنسعى على رزقنا وربنا كرمنا. الكلمة دي هزتني من جوا، شفت فيها معنى الكرامة الحقيقي. ساعتها فهمت ان مش كل اللي محتاج بيسأل، وفي ناس كتير بتتعب في صمت، بتشتغل بضمير، وهي دي الناس اللي فعلا شايلة البلد على كتافها. الفلاح اللي بيزرع في عز الحر، والعامل اللي بيبني، والدكتور اللي بيخدم الناس، والموظف الشريف اللي بيحافظ على القرش الحلال، والست اللي بتبيع علشان تربي أولادها بشرف. كل دول أبطال، بس أبطال في صمت. مش بيطلعوا في التلفزيونات، ولا بيعملوا شو على السوشيال ميديا، ولا بينضموا لأحزاب علشان يتقال عليهم وطنيين. دول مش محتاجين حزب سياسي، ولا محتاجين حد يوجههم. دول فهموا ان البلد بتتبني بيد كل واحد فيهم. صدقوني التغيير الصح مش هيجي من فوق. مش محتاجين رئيس جمهورية يغيرنا، ولا نائب مجلس شعبي يوعينا، ولا حتى حزب سياسي يعلمنا الوطنية. احنا محتاجين نغير من نفسنا احنا. لما نشوف حد بيعمل الصح نشجعه، ولما نشوف حد بيغلط نقول له ده غلط بهدوء وأدب. نبدأ بنفسنا ونتعلم نبص للناس دي، ونتعلم نبص كمان للنص الكوباية المية المليانة. نرضى ونحمد ربنا على اللي في ايدينا، ونقتنع ان كل واحد فينا ليه دور، ودوره مش بسيط. ربنا خلقنا علشان نكون سبب في خير غيرنا، وسند لبعض، مش عبء على بعض. اللي بيكافح وبيعرق في صمت هو ده جسر الامل الحقيقي اللي البلد ماشية عليه. هو اللي بيبني، هو اللي بيحافظ على التوازن، وهو اللي بيخلينا كل يوم نقول لسه في خير في البلد دي، ولسه في امل. وفي اخر الكلام رسالتي للناس دي تستحق
التكريم، تستحق اللي يفتكرهم ويقول لهم شكرا. الناس دي هي اللي بتشيل البلد دي على كتافها من غير صوت ولا طلب مقابل. احنا محتاجين نبص لهم بعين التقدير ونفتكر دايما ان مصر عمرها ما كانت بلد الكلام. مصر بلد الشغل والكرامة والأمل. يمكن الأمل مش في الكلام، يمكن الأمل في كل واحد فينا بيحاول بيصلح، بيزرع، بيبني ويحب البلد دي بطريقته. احنا كلنا جسر الأمل، ورغم الألم يحيا الأمل بينا كلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أحمد العشري من قناة جسر الأمل.